كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا رمضان ما يحلاش غير بالفلافل والطعمية السخنة. النهاردة هنعملها بمكونات بسيطة جدا في مطبخكم، مطبخ الهنا، وهتديكم نتيجة هايلة جدا بأمر الله، ولون أخضر وجميل جدا وطعمها هيبقى رائع وهتعجبكم. بمكونات بسيطة جدا هتعملوها في البيت، أوفر وأنضف وأسهل من العجينة الجاهزة اللي بتجيبوها. نبدأ على بركة الله مع بعض. اول حاجة هنحتاج المكونات دي الاساسية اللي انتوا شايفينها قدامكم. اول مكون معانا وهو الفول ده الفول المكسور، او الفول المجروش، بنجيبه من عند العطار بالشكل ده. ببدأ انقي الفول كويس جدا واغسله كويس جدا وانقعه اقل حاجة 4 ساعات، وممكن ننقعه من بالليل لحد الصبح وقت ما احنا هنبدأ نشتغل في الطعمية. ده أول مكون معانا وده الأساسي. بعد كده بجيب من 5 6 7 فصوص من التوم بالشكل ده. التوم الفريش زي ما انتوا شايفين بيبقى صحيح بدون أي إضافات. بقشره وبغسله وبحطه على الفول مباشرة. وبعد كده ببدأ أجيب حزمتين كبار من البقدونس. أنا بستخدمهم بالأعواد بتاعتهم بالشكل ده، مش الأوراق بس. وممكن تضيفوا كرفس، ممكن تضيفوا كزبرة، بس اساسي معانا هو البقدونس. يعني البقدونس اساسي، وبعد كده ممكن نضيف اي حاجة تانية انتوا حابين تستخدموها. هاخد حبة من البصل كبيرة بقطعها جوانح بالشكل ده او قطع كبيرة، لانها كده كده هتتفرم، بس تكون حبة كبيرة علشان خاطر بتدي طراوة وطعم حلو جدا في الطعمية. ببدأ اجيب المفرمة بتاعتي، بغسل طبعا المكونات دي كلها واصفيها كويس جدا. باخد الوش الوسط، يعني ده الكبير خالص وده الصغير، انا باخد الوش الوسط اللي بيبقى في المفرمة ما بين الاتنين. وببدأ افرم كل مكونات اللي معايا بتاعة الطعمية او بتاعة الفلافل كويس جدا في المفرمة. ببدأ بالفول، واهم حاجة طبعا نصفي طبعا المكونات كويس جدا. يعني الفول بعد ما احنا بنغسله لازم ضروري جدا اصفيه كويس جدا. ببدأ عملية الفرم زي ما انتوا شايفين بكل سهولة. المفرمة اللي معايا دي مفرمة تورنيدو العربي، حلوة جدا وممتازة في فرم الطعمية وفرم اللحمة، وبتديني نتيجة هايلة جدا بأمر الله من اول ما بستعملها. بصراحة مش بحتاج اجيب اي حاجة جاهزة من بره. ومعاها هي السلاح بتاعها ده اللي هو بيساعد انك انتي تضغطي على الحاجة وتتفرم بكل سهولة، ومش هتاخد منك اي وقت ولا اي مجهود. تعمليها وبتبقى جاهزة معاكي في اي وقت انتي بتحبي. ببدأ افرم المكونات كلها مع بعضها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بالشكل ده فرمت كل المكونات زي ما انتوا شايفين قدامكم. ببدأ اخلطها كويس جدا او اقلبها مع بعض، بس زي ما انتوا شايفين طبعا لسه المكونات خشنة معايا، فبالتالي مش هتديني نتيجة حلوة في الطعمية زي ما انا محتاجاها. وفي نفس الوقت اللون لسه ما اخدش اللون الاخضر اللي انا عايزاه. ببدأ افرمها مرة تانية بالشكل ده، وتحصلت على عجينة طعمية او عجينة فلافل طرية جدا، وفي نفس الوقت ناعمة جدا وسهلة جدا في التشكيل زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. واللون الاخضر بتاعها جميل جدا. بتبدأي تفرزيها في اكياس او في علبة بتاعت حفظ التلاجة، وبتقفلي عليها كويس جدا وبتحطيها في الفريزر. وقت ما انت بتحبي تستخدمي الكمية اللي انت عايزاها بتاخدي على قد ما انت عايزة. وبعد كده بتسيبيها طبعا تفك خالص من التلج بتاعها، وبتبدأ تضيفي عليها معلقة صغيرة من البيكنج صودا او الكربوناتو، وكمان بتضيفي عليها معلقة كبيرة من الكمون والكزبرة، وربع معلقة صغيرة من الملح. وبتخلطي المكونات مع بعضها كويس جدا، وبتبدأي تحمريها. بتبقى معاكي احلى طعمية سخنة جميلة جدا من صنع ايديكي، نظيفة وضامنة نظافتها مليون في المية. بألف صحة وهنا، ان شاء الله تعجبكم جدا بأمر الله، وتستخدموها دايما بنفس الطريقة. اهم حاجة تحفظوا المكونات وتعملوها بنفس الطريقة. ما تنسوش دايما تدعمونا بمتابعة للصفحة، وفي نفس الوقت كمان ما تنسوش تعملوا لنا قلب وتعليق من عندكم.